السلام عليكم. كنتمنى تكونوا في صحه جيده. الليله غادي نحكي لكم واحد القصه اللي زوينه بزاف. غنحكيها لكم بالدارجه المغربيه. هاد القصه كتبدا في واحد الفيلا. فيلا واش من فيلا كبيره كبيره بحال شي قصر وفاخره، كلها غزاج، داكشي فخم. وهاد الفيلا كاينه في ارقى الاحياء، وفيها واحد الحديقه كبيره وخضراء، والبوابه اوتوماتيك يا سيادي. زائد الصفه ديال السيارات، من كيا سيارات غير السيارات ديال الرفيع مصطفين قبالة الفيلا. والخدم يا سيدي، ها اللي كيجفف، ها اللي كينظف، ها اللي كيطيب، يعني عامره بالخدم. كتجي واحد الخدامه كتدق الباب الغرفه. سيدي، سيدي، سيدي مروان مازال ناعس. كتجي الخدامه الثانيه حتى هي كتضحك وكتقول في النفس ديالها، كتقول السيد مروان كرجع ديما من الحفلات ديالو مع الفجر، حياته كلها غير الوصهير. هاد الغرفه اللي دقوا فيها الخدامات شنو كاين فيها؟ كاين فيها مروان اللي هضرنا عليه دابا. هو واحد الشاب، واش منك يا طوله، واش منك يا جريده، واش منك يا زين، يعني زوين بزاف. عنده 26 عام، مكسل في بيتو والردويات هابطين. وديك الساعه التليفون ديالو كيصوني. شكون؟ رساله من واحد البنت قالت له فوقاش نشوفوك هاد الليل. جالس مروان كيتكسل ويدور ويتقلب وكيقول الله على راحه، الحياه شحال زوينه بزاف. الله كون كانوا الناس كيعرفوا النعمه ديال انك تكون لاباس عليك. انا لاباس عليا، واللي بغيتها كتجي حتى لعندي، واللي حليت عليها فمي كتجي حتى لعندي. ما نخدم ما نردم، مرتاح مع راساتي، كنسهر، عايش الحياه. ما كاينش اللي عايش بحالي، الله على راحه. ندوزو للمكتب. المكتب اللي كاين فيه الاب ديال مروان. الاب ديال مروان اللي سميتو السيد فؤاد القرقوري. هو واحد الرجل صارم، لابس البدله ديالو انيق، ديما البيسات، ديما الاناقه، وجالس كيقرا واحد التقرير مالي. كيشوف بلي الارباح ديال الشركه ديالو ماشي جالسه كتزايد، جالسه كتنخفض. وولدو ما على بالوش، جالس كيفكر غير في الحفلات، غير في الدوران التطيح، ما كيعاون لا باه، ما كيدير حتى مجهود، يعني باغيها بارده معنى الكلمه. كيجي المساعد ديالو، وسيدي وسيدي علاش ما تمنحوش واحد الفرصه، فرصه انه يكون مسؤول ويتحمل المسؤوليه. هو يجاوبو في السي فؤاد القرقوري بات ريان. قال له انا ما كنثقش فيه. قال له هو اصلا فنيان وما غادي يدير لي حتى حاجه، كيعرف غير السهرات، وكيعرف غير، ما غيدير لي حتى حاجه. انا الارباح ديال الشركه ديالي كنخافض، هو لا جبتو معايا يعاونني غيزيد غير يخفض لي الارباح ديال الشركه، واصلا ما غاديش يبغي. صافي الاب صافي طلع له تكره، عيا تقهر فقسو ولدو وكرهو في حياته. صافي عيا قرر انه يتحاور مع الابن، وكيف ما كيقولوا يوصل معاه الحد. صافي هي الاب تكره طلع له الدم. صافي في الليل ريان جالس في الصاله الفاخره، جالس مفطح مع راساتو، وهو يدخل عليه باه على غفله. دخل عليه باه وهو غاضب وطلع له الدم. قال له اجي يا هذاك البرهوش، قول لي من امتى انا غادي نبقى صابر عليك؟ كل ليله حفله، كل ليله بنت. قال له واش هذا هو الوريث ديال السي القرقوري؟ قال له عباد الله، واش هذا هو الوريث ديال السي القرقوري؟ واش هذا هو اللي غادي يهز لي الاملاك ديالي؟ واش هذا هو اللي غادي نسخن به كتافي؟ هو يجاوب اريان بواحد الابتسامه بارده. انا عايش حياتي ابابا، انا صغير ولاباس عليا وندير فلوس، شنو ذنبي؟ خليني ابا نتفطح. هو يجاوب الاب صافي كيف ما كيقولوا تخزز، با تخزز. جاوب الاب بواحد الصوت منخفض ولكن حازم. صافي قال له من اليوم غادي تعيش واحد الحياه مختلفه. وهو يرمي واحد الرساله، واحد الرساله رماها في الطبله. مروان كيحل هذيك الرساله، فيها واحد العنوان ديال واحد الحي شعبي. قال له من غدا غادي تبدا حياتك تما، ما غادي يكون عندك لا فلوس لا الاسم العائله لا سياره، غير بوحدك غادي تمشي. مروان جالس كيضحك. شنو هادشي ابا؟ واش هذه تجربه اجتماعيه؟ واش هذا بريماج تلفزيوني؟ شنو هادشي؟ هو يجاوبو باه. قال له هذه الفرصه ديالك الوحيده باش تبين لي بلي انت راجل. الا رجعتي من بعد 3 شهور وفهمتي المعنى ديال الحياه، وفهمتي بلي الحياه ماشي سهله، غادي تورث الورث ديالك كله غيكون ليك. الا ما فهمتيش وما قدرتيش تعيش وتعتمد على راسك وتكون سيدي ومولاي في 3 شهور،
قال له ما غتشد مني حتى ريال، ريال واحد ما غادي تصوروا مني. صافي الاب تكره تخزز، هضرتو ما طيحش. صافي الولد بقى كيفكر كيقول ويلي هاد الحصله ما عرف راسو باش تسبلا. السيد مفشش مفطح، عطاها غير الدوران شويه غادي يمشي لواحد الحي الشعبي، وخصو يعتمد على راسو، غيمشي كيف ما كيقولوا زيطي، ما عنده حتى فرانك، وخصو يعتمد على راسو. هو الله كريم فنيان، لا ما كيعرف يعتمد على راسو لا حتى حاجه، كيعرف غير يزها حصل، يا اما يدير هكا يا اما ما يصور حتى سنتيم. صافي مروان ما عنده حتى حل، مروان ما عنده حتى حل. صافي مروان كيوصلوا السائق كيديه لهداك الحي الشعبي. اش غنقول لكم على الحي الشعبي يا خوتي يا حبابي؟ الازقه ضيقه، البنايات رايبه، شي رايب شي يقرب يريب، الاطفال مساكن حوفات، صداع 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 صداع، داكشي مخلط بالرعب. لهداك مروان تخلع، جاتو خلعه صفار. صافي وقفوا السائق تما وزاد، بقى مروان واقف قدام واحد البيت صغير ديال الايجار ديال الكرا. مول هذيك الدار الصغيره اللي كيكري، اللي هو صاحب هذيك الغرفه داك البيت، هو واحد السيد تكون عنده هكاك شي 50 عام، في الخمسينيات في العمر ديالو، صارم. قال له اش كدير هنايا؟ قالوا المدام يحترك ولدي ماشي ديال هذا الحي. هو يجاوبوا مروان جاوبوا هو كيترعد، مروان وهو كيترعد. قال له جيت نخدم، جيت نعيش تجربه، تقدر تقول مغامره. هذاك السيد جاتو الضحكه وشويه قص كيستهزئ منه، قال له اش كتخربق؟ قال له مغامره. قال له راك غادي تبكي في اليوم الثاني، قال له هنا راك ما غتقدرش تعيش، قال له اليوم الثاني غادي تبكي. صافي تعامل معاه، قال له انا غادي نبيتك هذه الليله والغد لا سير دبر راسك. صافي تعامل مع هذاك السيد، شافو بان له ولد الناس، بان له ماشي ديال السكرفيس، قال له انا غنتعامل معاك هذه الليله، غادي تبات هنايا والغد ليه سير دبر راسك شوف شنو دير راسك. ايوا دخل هذاك البيت باش ينعس فيه، الغرفه البيت ضيق بزاف، السرير قاصح كرقاص فوق حجره، لا كليماتيزور، الناموس كل ناموس تقرص في قنت، هلا تقرص في الودن، هلا تقرص في الجناب، هلا تقرص والناموس جالس كيقرص فيه. صوت الجيران واحد كيدابز مع مرته كيتقلب في الفراش، ما جاش كاع الناس. صافي واحد اللحظه ويشد راسو مع راسو ضرب صافي تكره. ربي شنو دات في راسي، ربي مالك با داير فيا هاد الحاله، ربي هاد الوحله، ربي هاد ممتيش هادشي. صافي ريان الغد ليه صافي عيا، قال انا خصني نتوقد حيت ما خصنيش نخسر الورث. صافي قرر باش انه يكون راجل ونص ويقلب على خدمه ويشوف شنو دار الحل لراسو في هاد 3 شهور. بقى كيبحث على خدمه، كيقلب على خدمه. دخل بحال تقول واحد الورشه كيصلحوا فيها، واحد المحل كيصلحوا فيه الالات، كيصلحوا فيه داك بحال الفران، بحال اللي عنده شي حاجه بسيطه كيجي يصلحها في ديك الورشه. كلشي جا عنده، كلشي كتضحك عليه، قال له انا بغيت نخدم. قال لهم انت غادي تخدم؟ قالوا له انت غتخدم هنا. وقلت له ضحك. قالوا سير خرج عنا من هنا، تدير شي عرض ازياء ولا شي شوتينغ شي قنت، قال سير خرج من هنا جراو عليه. صافي بس غادي تمشي لك دابا انت غتخدم، تقطع هاد الخدمه، البلاصه اللي كتخليها انت ما يديك ماشي ديال هاد الخدمه، سير خرج. كضحكوا عليه. في واحد العالم واحد اخر في داك الحي كانت كتسكن فيه واحد البنت. هذيك البنت سميتها نجوى هي واحد الشابه زوينه بزاف، ايه في الجمال. كتخرج من الخدمه، خارجه من الخدمه ما ليها ما بها، كتمشي في الطريق ويبان لها مسكين مروان جالس واصل لاقصى درجات الياس، ما تقدروش تصوروا الياس اللي وصل له مروان. وهي تجي عنده نجوى قالت له مالك شنو عندك، علاش كتقلب، واش تالف؟ قال لها مروان، قال لها بغيت خدمه، انا باغي نخدم الخدمه اللي كنمشي ليها كيجريو عليا، كيقولوا لي انت ما قادش على الخدمه، كل واحد شنو كيقول لي شي كتحك. قال لها انا ما عرفت شنو غادي ندير. قالت له بقات كتشوف فيه نشوى بالها ولد نقي وظريف. قالت له عرفتي شنو؟ قالت له واحد المطعم في الحي كيقلب على مساعدين. قالت له واش انت دابا بلا فلوس، ما عندك لا فلوس لا والو؟ بقى كيشوف فيها مروان، قال لها لا ما عنديش، ولكن غنحاول نشوف كي ندير مع راسي. قالت له صافي زيد معايا هذا المطعم غتخدم فيه واللي قالوا لك ديرها. قالت له اي حاجه تعرض ليها من الاهانات وداك الشيء، قالت له غير حني الراس وخدم ما تسوقش. قالت له شوف انا نشوف كي ندير ندخل لك مع مولشي باش تخدم، ولكن ما تحشمنيش، يعني خدم وصبر وكافح وان شاء الله ما غادي تنقط راسك. صافي مشات داتو. صافي هضرت له مع مولشي، قالت له حيت اصلا حتى هي كتخدم في داك المطعم، وداك المطعم اللي كتخدم فيه طالبين شي وحدين يخدموا، ودخلت له ولا كيخدم معاها في داك المطعم. ايوا اش غنقول لكم على اول ايام الخدمه. ايوا مروان مسكين جالس كيغسل في الماعن وجالس كيتعلم كيفاش يقطع الخضره
واش منك الاهانه ديال الباترون كيهينو، واخا هكاك مسكين كيحاول يصبر ويضحك شويه، واخا هذيك الاهانه اللي كتعرض ليها كل دقيقه شويه. ويقول له رئيس المطبخ، الرئيس ديال المطبخ قال له كتغسل الماعن بحال شي فنيان. اشد البونجا مزيان هذاك يا هذاك الفنيان. مسكينه نجوى من بعيد كصحات جاه وكتقول في راسها غريب بقى صابر وما هربش، غريب بقى صابر هاد الاهانات كاملين وما هربش. مسكين كتشوف كتستغرب مسكين. صافي دازوا ليام الوجه ديال مروان تبدل، سبحان الله. يديه ولاو مع تماره مع المريض والحريط ولاو حرشين، ملابس ديالو عادي بسيط، ولكن عينيه بداو كيشوفوا الحياه بواحد الشكل مختلف. هو كيقول في راسو، مروان جالس كينظف كينقي الطاولات وداك الشيء، الطابله والطبالي وداك الشيء، وجالس كيقول في راسو انا ما عمرني ما حسيت بهاد العيا، ولكن واخا هاد العيا كنحس براسي حي، وكنحس براسي كنحس بالمعنى ديال الفرنك، وبالمعنى ديال تماره، وبالمعنى ديال كل درهم انا كنت كنضيعه. في الاستراحه مروان ونجوى جالسين في المطبخ، وهي نجوى تقول لمروان، قالت له ماشي كل يوم نشوف شي حد من طبقه راقيه كيغسل الطناجر. مروان قصد كيضحك وعلاش متاكده بلي انا من طبقه راقيه؟ وهي تجاوبو نجوى قالت له من كلامك، قالت له من الطريقه اللي كتوقف بها، من يديك. قالت له هادشي ما كيتخباش. ويجاوبها مروان قال لها انا ما لاباس عليا ما والو، انا غير خدام بسيط كيتعلم يوقف على رجليه. رحده وقعت واحد اللحظه ديال الصمت بينهم. مع الوقت وهما كيخدموا بجوج بدات كتكون بيناتهم بحال واحد الحلقه ديال الحب. كثرت اللي بداو كيهضروا، كيتلاقاو مع بعضهم، كيضحكوا، كيشاركوا الالم مع بعضياتهم، هي كتعاونو وهو كيعاونها. بدات كتكون واحد العلاقه ديال الحب كبيره بين مروان ونجوى. في واحد النهار واحد الدري صغير كيدخل المطعم وكيسرق واحد الخبزه. الناس اللي خدامين تما في ذاك المطعم بداو كيغوتوا، ولكن ريان كيدخل ديك الساعه وكيمنعهم باش ما يأذيوهش. وهو يقول لهم، مروان قال لهم وقفوا ما تأذيوهش، راه جيعان، راه ماشي شي واحد قبيح، راه جيعان فيه الجوع. هو يقدم الطفل الصغير، الدري الصغير، كيعطيه واحد طبسيل ديال الماكله، وكيجلس حداه برا، وكيقول له الا جعتي اجي لعندي، ولكن ما تسرقش، السرقه ما زويناش، الدي ديال الناس ما زوينش، الحياه صعيبه ولكن ما تعيشهاش بلا كرامه، عمرك تسرق شي حاجه ماشي ديالك. بقى كينصح في داك الدري الصغير. واحد النهار عاوتاني مروان مشى مع نجوى للمنزل لدارها، مشى معاها لدارها مورا ما سالاو الخدمه. الدار ديالها بسيطه وصغيره، والام مسكينه مريضه طريحه الفراش. الام كتقول لبنتها بصوت ضعيف، قالت لها شكون هاد الشاب؟ وهي تجاوبها نجوى، قالت لها هذا معايا في الخدمه وكيعاونني بزاف. هو يقول لها مروان، قال لها انا فرحان اللي شفتك، قال لها بنتك واحد الانسانه نادره، الله يخليها ليك. موراها مروان كيمشي بوحدو في الليل وهو كيتامل في النجوم وفي البنايات وكيهضر مع راسو. الصوت الداخلي ديالو كيقول انا ماشي المال اللي كان ناقصني
قلبي ينبض. هاد البنت رجعتني انا انسان، وليت كنحس بالطعم ديال الحياه. مروان ونجوى زميلهم في العمل سميتو سليم. سليم كيبغي نجوى بزاف ومتعلق بها، ولكن حس بها ولات كتبغي مروان، ولا باغي يدير اي حاجه باش يفرقهم، باش ما يبقاوش مع بعضهم، وكيغير بزاف من مروان لدرجه بغي اديه. صافي ولا كيبحث عليه، بغى يعرف اصله وفصله منين جا، بغى يلقى عليه شي حاجه باش يفرشو قدام نجوى. صافي بقى كيبحث. هو يعرف باللي باه من واحد طبقه غنيه، وباللي باه غني، وعرف باللي الاب ديالو دايرها معاه فقط خطه باش فديك 3 شهور يعيش حياه الفقر باش يحس ويكون راجل. صافي عرف داك الشيء كامل. وفي واحد الصباح فين تجمعوا كاع العمال في المطعم، وكاين تما مروان، وكاينه نجمه، وكاينه نجوى، وهو هذاك سليم هو يشوهو قدام كلشي. قال لهم هاد مروان راه باه لاباس عليه، وهو لاباس عليه، وجاي هنا داير راسو فقير. قص كيعاود لهم كلشي. الخدامه تما بداو كيغوتو، وكلشي كيبعد عليه، حيت با اصلا معروف في المدينه، واحد الراجل اللي لاباس عليه. يعني كلشي جلس كيغوتو، كلشي هرب منه. ونجوى تصدمات وجاتها البكيه. قالت له قلتي لي باللي انت بحالي وباللي كتخدم بشرف. قالت له علاش كتكذب؟ مروان بقى ما عرف باش تبلى، بقى غير كيشوف. قال لها هذا كان تحدي من الاب ديالي، ولكن والله ما بقيت ديك الشخصيه. قال لها حياتي بدات من هنا معاك. نجوى هي تهرب منه. قالت له انا ما بقيتش ثايقه فيك. قالت له انت ما صرحتنيش في الاول، وعم الله شنو خبيتاني. صافي خلاته ومشات. وكيبان مسكين مروان نهار وبقى فيه الحال، بقى كيبكي، ما بغاش نجوى تبعد عليه. صافي الاب ديال مروان كيعيط له من بعد ما